قاعد يلعب، يعني قاعد يتمسخر في السياسه، قاعد يلعب في البوليتيك، وفي الميدان راهو يربح في الوقت. لا ما يلزمش تكون كيما هاك، ما يلزمش. انا نقول لكم هم اضعف، هم اجبن من انهم يخوضوا معاكم معارك طويله. هم جبناء، ما مش قادرين، ما يقدروش يستمروا في معارك طويله، ما يقدروش. راهم معتمدين على الكيان. والله العظيم غير الكيان، راهو الكيان شوف شو صاير فيه في غزه، تفهم الموضوع. ما انا قلت لكم شحال من مره، الموضوع ماهوش موضوع قوه عسكريه بقدر ما هو موضوع يتعلق بالاراده، يتعلق بايمانك بحقوقك. انت مآمن باللي هذه ارضك وهذه بلادك وهذا تاريخك، تغلبه مهما كانت القوه العسكريه نتاعو، مهما كانت. التاريخ علمنا، اعطانا دروس في هذا الموضوع. التاريخ وش صرا عندنا في الجزائر، احنا عندنا في الجزائر فرنسا ما كانش راح تخرج لو كان اعتمدنا، احنا بقينا معتمدين على الدبلوماسيه، نستنى. وقال الامم المتحده، مجلس الامن، الامم المتحده، مجلس الامن، دول تعترف، دول لا تعترف. انت ما يهمكش اعتراف الدول ولا عدم اعترافهم، المهم هو انك انت عارفه باللي بلادك. ارفد البندقيه يا صديقي، احمل البندقيه، خلي جناح سياسي يشتغل، الله يسع عليه، بصح يعود عندك جناح شرس، جناح عسكري شرس، ما يمن لا باتفاقيه دوليه، لا بالسلام، لا بعمليه السلام. كلمه عمليه السلام راها تعطيل واعطاء الوقت الكافي للظالم انه يستمر في الظلم نتاعو، واتفاق ما بين الظالم والامم المتحده. راهم متفقين، راهم متفاهمين على راسك يا الصحراوي، راهم متفاهمين على راسك، راهم متفقين على راسك. انت اللي خاسر ما دمت تؤمن باللي الصحراء الغربيه ارضك، الارض الصحراويه هذه ارضك، وسقاوها اهلك وجدودك، سقاوها بدمائهم، والخير اللي فيها خير يخصك انت فقط، لا يخص غيرك. ارفد البندقيه يا صديقي بابسط الوسائل اللي عندك. والله لو كان تكون موس نتاع حلاقه، يكون هذاك هو سلاحك، روح. بصح انك تبقى تتفرج، تبقى تشوف وتستنى. قال الامم المتحده، السنه تقرير المصير، السنه مجلس الامن وش يقول، السنه نشوف محكمه العدل الدوليه. انت كل المستندات الدوليه، الوثائق الدوليه كلها معك. محكمه العدل الدوليه اعطتك الحق، مجلس الامن اعطى لك الحق، الامم المتحده اعطتك حق، وقالوا لك عندك حق في تقرير المصير، وما زالوا يتماطلوا ويلعبوا. ومره تخرج لك فرنسا تقول لك حكم ذاتي، مره تخرج لك اسبانيا تقول لك حكم ذاتي. انت اذا كانوا هم يلعبوا انت ما راكش تلعب، اذا كانوا هم يتمسخروا انت يا الصحراوي ما راكش تتمسخر، اذا كانوا هم يضيعوا في الوقت انت ما عندكش. انت ويك تبني الدوله نتاعك وتبني الاقتصاد نتاعك وتعيش شعبك وتعيش في بلادك بكرامه وبحريه. وقتاش يعني راك حاط سقف زمني لهذا الامر ولا ما راكش حاط سقف زمني لهذا الامر؟ راهم قادرين يكملوا بك هكذا قرن اخر من الزمن، لانه يخرج عليهم الوضع الحال كما هو عليه الان، يخرج على الصحه، لا يخرج على المراك. انا نقولها لك، راه مخرج عليهم. ماذا بهم، شوف ماذا بهم يبقى الحال كما هو عليه. ومره يرسمك في التيشيرت نتاعو، ومره يرسمك، هو بالنسبه ليه راه يربح في معركه الوقت. ما تخليهش انت يربح معركه الوقت، ضايقه، ما تخليهش. ولازم يكون عندك رد حامض، رد قاسح. شوف انت واش عندك الامكانيات، واش تقدر دير. أنا قلت لك قادر بموس حلاقة تقلب المعادلة تماما. موس تاع حلاقة والله العظيم تقلب به المعادلة تماما. لكن إذا بقيت تنتظر الأمم المتحدة وتنتظر محكمة العدل الدولية وتنتظر، ما هكذاك ما تجيبش حقك يا صاحبي. وانت على بالك شكون اللي راهم مسيطرين على هذه الهيئات الدولية. تعرفهم أحسن منا. ما تبقاوش. هذه الكلام راني نقول فيه، هذه خواطري، هذه ارائي الخاصه. يعني ما رانيش كما نقولوا نفرض في رايي، ولا انا راني نعبر على شيء انا شفته، شيء انا لاحظته. من هو المستفيد؟ هذا هو السؤال اللي راه يدور في ذهني الان. يعني من هو المستفيد من وضع الراهن؟ هم اللي مستفيدين. انت ما راكش مستفيد، ماكش مستفيد اطلاقا. علاش مشيت في عمليه السلام؟ انا نعرف الناس هدنه، يديروا هدنه تاع شهر شهرين، يا سيدي 3 اشهر،
ولكن هدنه تستمر 30 سنه هذه ما شفتهاش. لانه راه يدي الان راه ينهب في الخيرات نتاع بلادك، راه ينهب فيها. انا اعتقد حتى لو كان يعني يقولوا لهم حتى حكم ذاتي المروك ما يقبلوش، يعني راه ماذا بهم يبقى الوضع كما راه الان، بالوضع بشكله الحالي راه مخرج عليهم. الوضع بالشكل الحالي نتاعو والله غير راه مخرج عليهم. لازم يعود كاين عندك جناح مسلح قوي، انقل الرعب الى الطرف الاخر، انقل الرعب للدار البيضاء، انقل الرعب الرباط، انقل الرعب الوجده، انقل الرعب تطوان، انقل الرعب مراكش، انقل الرعب ثم، دير لهم الرعب ثم، خلق له الرعب ثم. ما نوريلكش انا واش كانوا يديروا الفلسطينيين، العمليات تاع الطعن، ما نبزوش نقول لك كيما هكا، راه عندك، راك عارف. سبحان الله العظيم، حط القضيه الفلسطينيه واش كانوا يديروا الفلسطينيين، دير كيما كانوا، راه نفس العدو ونفس التفكير. ربما انا نظن باللي ربما الصحراوي راه دار في باله باللي المغربي مسلم. يا ودي ماهوش مسلم، هو واليهودي اللي في فلسطين كيف نفس العقليه فقط. موش لابس هذيك المغربي، ماهوش لابس لك برك هذيك الطاقيه هذيك، سينو نفس المستوطنين كيف. انا نقول لك كيف راني نقول لك نفس الشيء، خاصه اللي راه محتلين اراضيكم في العيون نفس الشيء، نفس التركيبه تاع بنادم جبان، انسان جبان حقير، ما عنده ما يدير، صدقني ما عنده ما يدير. انا قلت لك بموس حلاقه تجيب حقك منه، موس حلاقه. لاننا حتى في الحرب الاعلاميه رانا شفناهم كيفاش يمارسوا الحرب الاعلاميه تاعهم بالكذب، يسيروا يمشوا في امورهم في الدنيا بالكذب. المغربي الشعب المغربي، وانا اقصد كلمه الشعب المغربي، يمشي في اموره في الدنيا بالكذب، بالنفاق. انسان منافق، الانسان المغربي انسان منافق، التركيبه النفسيه نتاعو تاع انسان كذاب، انسان منافق، انسان جبان حقير. هاني قلت لك النموذج تاعو المخير كاع الرعد، هذاك جيلاني الرعد، روح شوف جيلاني الرعد كيفاش يتكلم. هذاك جيلاني الرعد هو كل الشعب المغربي نفس التفكير، كذابين جايحين. كنت درت رصاصه وتخبيت ودرت هذاك هو جيلاني الرعد. المثقفين تاعهم صنايبي، هذاك واش كاين، هذاك ما حلبت. ما تتصورش انت باللي راك راح تواجه زعما قال قوه كذا، كانش. احنا كي رانا نقول لكم احنا ندخلوا لهم بالكشافه ولا بالحمايه المدنيه، رانا عارفين الحمايه المدنيه قوه كبيره. قوه الحمايه المدنيه عندنا شغل الحرس الجمهوري عندهم ولا الحرس الملكي عندهم، خليك الحمايه المدنيه راه قوه عسكريه كبيره عندنا. لا يدخلوا لهم الكشافه بالمطارق. احنا عندنا الكشافه يدخلوا عندهم بالمطارق، لاننا عارفين النفسيه نتاعو حقيره. يا الصحراوي، يا خويا الصحراوي اسمعني. في 63 الجزائر كانت ضعيفه، يعني خارجه من الاحتلال الفرنسي. هذه في 63 خارجين من الاحتلال. الناس مازالوا يدفنوا في الموتى نتاعهم، الجزائريين كانوا مازالوا يدفنوا في الموتى تاع الاحتلال الفرنسي، والناس تخيط في الجروح نتاعها. يعني مازلنا البلاد كانت في حاله، الجزائر كانت في حاله ضعف وانهيار، يعني من المفروض هكذا. يعني الحسن الثاني جا له ديغول، شارل ديغول قال وصدم، شارل ديغول قال الحسن الثاني قال وصدم على الجزائر. الان هذه الفرصه نتاعك، ادي ما تشاء من الاراضي، وحنا في ضعفنا وهو في القوه نتاعو صدم. دا طريحه نتاع الكلاب، عاد يبكي الملك. هاي كاينه، روحوا شوفوا الخطاب تاعو، عاد يبكي. زدنا دينا في كيك والعرجه، زدنا ديناهم، يعني زدنا توسعنا. باسكو نتاع كف وبزاق، راني نقول لك المروكي نتاع كف وبزاق، ماهوش رجل عسكري. ربي ما خلقش شوف المروكي ما خلقوش ربي للمعارك. الانسان الرجل المغربي ما خلقوش ربي باش يحارب. بالك راكم مغلطينكم بالريافه. الريافه شيء اخر، الريافه احفاد عبد الكريم الخطابي اجبد، شيء اخر، تركيبه اخرى نتاع بنادم. هذيك راه دوله وحدها. الريف راه دوله، راه كان دوله يسموها الريف، راه كانت دوله قائمه، مش حتى عبد الكريم الخطابي، حتى قبل عبد الكريم الخطابي كانت كاينه دوله قائمه يسموها الريف. الانسان الريفي راه عنده هرمونات اخرى، ولا عنده تركيبه اخرى، ماهوش مغربي، ماهوش مروكي. بصح المغربي الحقير تاع طنجه والدار البيضاء لا وجده جزائريه ومراكش هذو والو طحان قواد نتاع نساء. ما ديرش في بالك بليك راح تقابل راجل، راح تقابل طحان، راح تقابل جيلاني الرعد طحان. على بالك جيلاني الرعد القصه نتاعو الحقيقيه واش هي؟ على بالك بلي كان اسير عند الصحراويين. على بالك باللي يحكوا الصحراويين اللي يعرفوه، قال لك جبناه اسير يحلفوا، قال لك لقيناه خاري على روحه.
جيلاني الرعد جبدوه خاري على روحه من داخل الدبابه، جبدوه من داخل الدبابه قال لك خاري على روحه. يحكي لهم واحد قال لهم خسرنا عليه نص بتيه نتاع مال نطيبوا بها لاتاي. تخيل انت هذا الجندي الشجاع نتاعهم اللي راهم عادوا يجيبوه في القنوات. الجيلاني الرعد يحكي لهم البطوله تاعو، يا جبدوه خاري على روحه، جبدوه من دبابه، دخلوا ليه للدبابه الداخل، جبدوه يحلف السيد اللي جبدوه قال لهم والله غير لقيته هار على روحه، قال لهم اللباس نتاعو موسخ بالخرا، قال لهم غسلنا له دوشنا له بنص بتيه نتاع ماء، قال لهم كنا بهذاك الماء نطيبوا لاتاي، قال لهم والله غير دوشنا له به. هذا هو العدو اللي زعما راك دايرو انت، دايرينهم حاجه كبيره ودايرين ما مش حاجه كبيره. انا قلت لك بالبزاق والكف، بزاق والكف، فوت تضرب بالكف وبزاق وفوت. بصح الموضوع يتطلب منك تكون عندك اراده، تكون عندك دير استراتيجيه، ديروا يا ودي. مثلا المدن اللي قائمه تاعهم الان نقولوا الرعب الى الطرف الاخر، افهموها كما تحبوا. راني قلت لك ما نقول الرعب نقولوا لعندهم، خليهم هم يمشوا للمفاوضات، خليه يحلل كي الكلب، يعود يقول لكم نص الصحراء لينا ونص الصحراء لكم. انا نقول لكم انا عارف السيناريو، انا نقول لك من بعد يعودوا كي الكلب نص الصحراء لينا ونص الصحراء لكم، يعود يقول لك خلي لي هذه المنطقه وهذه المنطقه، يعود يحلل. بصح بالوضع الحالي راه يربح في معركه الوقت. انا نشوف فيها ما راني نشوف في خاوتي الصحراويين راهم يستناو الامم المتحده صح تقول يلا نديروا في التاريخ هذا نديروا تقرير المصير. راك عارف معناتها الامم المتحده ولا مجلس الامن يحدد التاريخ نتاع استفتاء، معناتها بديتوا الاستقلال تاعكم. وهذا امر انا راني نشوف فيه فرنسا واسبانيا واوروبا ما يخرجش عليهم هذا السيناريو، ما يخرجش عليهم سيناريو انكم ثم تدوا الاستقلال نتاعكم ببساطه، لانهم دايرينكم ورقه تاع ضغط على الحمار تاع المروك. راهم دايرينكم ورقه تاع ضغط. نعطيك دليل بلي هم دايرينكم ورقه تاع ضغط. فرنسا بعثت للجزائر قالت لها باللي سريا، راسلت الدوله الجزائريه راسلتها سريا، قالت لها انا رايحه نساند الحكومات. كانوا طامعين باش يضغطوا على الجزائر، ويتفاوضوا مع الجزائر سريا، زعما كش ما يدوا مكتسبات من عندنا. قال يا ودي نرجعوا الاستثمار، نرجعوا كذا، كانوا طامعين يخدموا بنا. وزاره الخارجيه قالت لهم غير هذه ما كانش، هي اللي خرجت البيان. وزاره الخارجيه هي اللي خرجت البيان وقالت لهم باللي فرنسا يتساوم فيها. باش تفهم الصحراء الغربيه ولات ورقه اوروبا تلعب بها في المنطقه، تضغط بها على المروك ولا تضغط بها على الجزائر ولا تضغط بها. انت ما يلزمش تقبل انك تكون ورقه، انت ما راكش ورقه. القضيه نتاعك ماهيش قضيه نتاع ورقه، انت راك انسان عندك قضيه عادله تتطلب انك تبذل من اجلها الدم. اذا ارضك ما سيحتش عليه الدم، دير في بالك باللي انت الخاسر. ما ديتها لا قوه ولا ذراع يا باريمان. الصحراء ما ديتها لا قوه ولا ذراع، والله ما ديتوها قوه وذراع، ديتوها شوكير، ديتوها حقره. والله العظيم غير ستخرجون منها صاغرين، تخرجوا منها مهبطين رؤوسكم واذلاء لانكم موالفين بالذل. رانا نشوفوكم في 6 وليله، رانا شفناكم. تلمو الاسباني على باله بالعقليه نتاع المروكي، الاسباني يعرف العقليه تاع المروكي. ذلوا، مبنى له جدار، دار له حبل ازرق، رسم له حبل باسكو على باله بلي طحان. المروكي طحان، نقول لك تاع كف وبزاق، ماهوش تاع قال معركه وبأس. لو كان جا الاسباني عارف باللي المروكي مجوجه معاه وباللي كذا، ما يديرلوش حبل ازرق، كون دار له حيط ودار. تخيل انت الجزائر جات عندها حدود مع اسبانيا، يا والله على بالك واش يبنوا على بالك جدار ويبنوا، باسكو على بالهم باللي الجزائري مطوكي يعني فوت الحيط ويثقبوا. بصح المروكي عارفينه بلي طحان، عارفينه بلي مذلول، بناو له داروا له حبل ازرق وقالوا له اتونسيون. صح وفعلا خايف المروكي، تلقى واقف هكذا يجي يعوم في روشي يسقسي هذا تاع اسبانيا ولا تاع المروك. كي يجي راح يعوم المروكي، كي يجي راح يعوم يسقسي، يعيط حراس الشواطئ يقول ما ذيك اسكو نقدر نطلع في هذيك الروشي ولا ما نقدرش. مذلول راه هو راك تشوفوا كي تشوف الحاله تاعو في اسبانيا تفهم.
لما تشوف اسبانيولي راسم له داير له الحدود دايرها حبل، افهم باللي طحان، باللي المروكي طحان خلاص يعني سي بون طحنوه. هذه العقليه نتاعو. من هي؟ انت برك راك داير له قدر، انت برك راك داير له قدر، انتم برك الصحراويين راكم دايرين المقدر وراكم غالطين. يعني يقول لك راك غلط، دوروها عليهم غربه. كف وبزاق، كف وبزاق، كف وبزاق، امشي قوت، امشي قوت، امشي قوت، امشي قوت، سكرها على بالك. انا نقول لك تتقدم، تعود انت محتلهم. لكن انك دائما، انا لاحظت باللي كي شفت الفلسطينيين، خاوتنا الفلسطينيين انتفضوا خلاص، يعني قدموا. الان العالم يعني على الاقل، انا نقول لك على الاقل كل الشعوب الاوروبيه والشعب الامريكي متعاطف مع الفلسطينيين، لانه فهم القضيه الصحراويه محتاجه انها تعرف بشكل جيد الى الشعوب. واهم حاجه تعرف القضيه هو الرصاص والقرطاس، واللي يخلي القضيه نتاعك معروفه. نشرات الاخبار ما تعرفش القضيه نتاعك، التلفزيون ما يعرفش القضيه نتاعك ابدا. عمره ما كان التلفزيون وعمره ما كانت نشرات الاخبار هي اللي تعرف القضيه نتاعك. الحاجه الوحيده اللي تعرف القضيه نتاعك وتعرفك فعلا امام العالم هو القرطاس، رنه البارود. يليق العالم يسمع صوت الرنه تاع البارود. ولنا في السيره النبويه عندنا العبره. لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم ما دارش غزوه بدر ما كان للاسلام ان يتقدم. تخيل يقعد يقول لهم خلاص نبقاو عايشين في المدينه وخلاص. لا، غزوه بدر ومن بعد جات وراها غزوات ومن بعد ولات فتوحات. ما كاينش من هذه تاع نقعد قاعد مريح، راني مريح ونحقق انتصارات بالدبلوماسيه. الدبلوماسيه ذراع نفاوض به. قال انا عندي جماعه نفاوض بهم، هما اللي يروحوا الامم المتحده، يروحوا لمجلس الامن، يمشوا مع العالم، جناح سياسي، وعندي جناح مسلح حزب الله. شوف، ما راكش محتاج انني نقول لك، والله ما راك محتاج، مانيش نعطي لك في دروس، ولكن راني نقول لك في رايي واش راه يدور الداخل في راسي. لازم نسمعوا رنة البارود، لازم نسمعوا صوت الرصاص. ساعة نسمعوا حاجة في الدار البيضاء صرات، ساعة نسمعوا حاجة صرات في طنجة، ساعة نسمعوا حاجة صرات في مراكش، ساعة نسمعوا حاجة صرات في فاس، ساعة نسمعوا حاجة في. هكذا كدير رايك. بعد تعود تهضر من منطق تاع تفاوض. قال هنا درك ارواح تجبره على الجلوس في طاوله التفاوض، يعود يقول لك اعطيني نص، اعطيني ربع، تقول لا كيما الجزائر كيفاش دارت مع فرنسا. هذه الجزائر هكذا دارت مع فرنسا، هكذا بهذه الطريقه. ديغول لحقوا له لباري، لحقوا له لباريس، لحقوا له عنده، لحقوا الشماخ، لحق عنده. الثوره ولات عنده في الشوارع تاعو في باريس. الثوره الجزائريه ولات في شوارع باريس. خلاص عرف روحه باللي خلاص حكموه من اليد اللي توجعوا. دعاهم الى التفاوض، ومن بعد راحوا لاتفاقيه ايفيان، عاد يقول لهم اعطوا لي الصحراء، اعطوا لي كذا، اعطوا لي كذا. قالوا له لا قالوا لك شوفي هذيك الخريطه الكبيره كاع تاع الجزائر هذه كاع ندوها. ومن بعد يجي السنغولي المسخ يقول لك الصحراء الشرقيه هذه كون ضربت عليها رصاص احمر. هذه يقول لك باللي مهيم ما عندوش ما يديرش. فرنسا راه كانت موجوده عنده، راه كانت حمايه، راه كانت الحمايه الفرنسيه، راه ما كانش الاستعمار الفرنسي. المروك راه فرنسا ما استعمرتوش. المروك فرنسا بنات فيه بوزبير، بنات فيه بورديل كبير، بناتو فرنسا دخلت عنده في المروك، دارت له الحمايه باش تحمي الملك، وراحت بنات بورديل للجنود نتاعها. ومن بعد كي لقاو رواحهم باللي راهم متفرغين المعركه في الجزائر، قالوا روح ذولها بالجزائر. كي ربحنا احنا المعركه وطردنا فرنسا واسترجعنا الاراضي تاعنا، عاد السنغولي الموسخ عاد يقول لك نسال الصحراء الشرقيه، تسالش كوبي، والله ما تدي منها، والله ما تدي منها غرام، والله غير حبه تاع تراب، والله ما تديه. والله هي الجزائر يوم القيامه غير تروح الرب العالمين فيها 2,381,741 كيلومتر مربع. ما نحلفش، ممكن نزيدوا ندو العرجه باسكو ندو وجده، ممكن نرجعوا وجده نتاعنا بلادنا سبحان الله العظيم. من الويه لهنا راه جزائريه صاحبي. راكم هنا برك رانا كيما نقولوا حشمنا. كي الامم المتحده قال لك الحدود الموروثه عن الاستعمار، قلنا خلاص واد من الويه يروح ما فيها والو. بصح لو كان نرجعوا للصح، واذا اذا الغينا
القاعده اللي تقول الحدود الموروثه عن الاستعمار، انا نروح لواد ملويه، لانه في 1830 فرنسا كي دخلت الجزائر كانت واد ملويه وجده كانوا تحت السياده الجزائريه. وحتى الثوار تاعنا اللي قلت لكم البارح، بومدين وبمبله وبوتفليقه وجماعه اللي كانوا اللي يسموهم جماعه وجده، كانوا دايرين رواحهم في بلادهم، لانهم عارفين باللي وجده بلادهم. وجده جزائريه يا جماعه، حبيت ولا كرهت، تخبط راسك راه حيط. وجده جزائريه فيها حتى لا فامي بونيف من الاخر. وجده جزائريه، حبيت كرهت كذا تجنح كذا، وجده جزائري. واذا كان مكذبني روح سقسي، والله غير كاينين، والله غير كاين عائلات النص في الجزائر والنص في المروك، النص في وجده والنص عندنا هنايا، فيهم حتى عائله بونيف بصح جزائريين. وجده جزائريه من الاخر. الشيء اللي راه مسكتنا الحدود الموروثه عن الاستعمار، قلنا خلاص يا خويا قانون تاع الامم المتحده واش راح دير. اما انت يا خويا الصحراوي، راني نقول لك خذ الدرس من خاوتنا الفلسطينيين. نقول لك طال الزمن ام قصر، شهر شهرين 6 شهور عام عامين مانيش عارف، فلسطين سوف تحرر كلها. الان هو الكيان هو يتعرض للانهيار من الداخل، خلاص او انهيار داخلي. ما كانوش متوقعين انه العمليه ستطول، كانوا دايرين في بالهم، كانوا شفتوا نتنياهو واش كان يقول. نتنياهو قال لهم والو، مساله ايام ولا ساعات ونفريها. الطيارات تضرب، القنابل كذا، الدنيا الامريكان الدعم ترسل في البوارج، العالم يزير فيهم كذا. بقاو قلت لهم القيادات نتاعهم بقاو صامدين وبقاو يضربوا، ما استسلموش. والقضيه نتاعهم في كل يوم تكسب نقاط وتعاطف دولي، والكيان الصهيوني ينحسر امام العالم. وتورط الكيان الصهيوني، مشى في جرائم تورط حصل. بصح الفلسطينيين فاهمين جيدا باللي الارض هكذا تستعاد، هكذا تسترجع. بدون هذه الهضره، خارج هذه الهضره صدقني راك غير تخلط. شوف حتى العراق في 2003 لما تعرضوا للغزو، غزاهم الامريكان، غزتهم في 2003، ما طولتش الامريكان، ما قدرتش المقاومه العراقيه، ما خلاتهمش يستقروا، ما خلاتهمش. الامريكان كانوا راح يديروا قواعد ورايحين يقعدوا رايحين كذا، كانش المقاومه ما حبستش. صح الجيش العراقي انهار، لكن ذاب داخل المجتمع العراقي وتحول الى مقاومه شعبيه، حرب شوارع. ما قدرتش الامريكان تصمد امام حرب الشوارع، ما قدرتش. عندها الاقمار الصناعيه، عندها كذا، ما قدرتش. حرب الشوارع صعبه جدا على اي قوه في العالم. عندك الاقمار الصناعيه، عندك النووي، عندك وش عندك. حرب الشوارع قبيحه. حرب الشوارع يعرفوها اهل الارض. انتم كون يلحقوكم السناغله يدخلوا معاكم في حرب تاع صحراء، صح، ما يقدروا لكمش، لانكم انتم ابناء الارض، تعرفوا ارضكم مليح، هم ما يعرفوش. انت تعرف مخارج ومداخل في الصحراء نتاعك. السنغولي الكلب قد ما راه عنده اقمار صناعيه وعنده، ما يقدرش، ودرون ما يقدرش. يعني يقول لك ما يقدرش. او العراق رفدوا كابتهم وخرجوا. الان الكيان الصهيوني ما عرفش، باسكو الغزاوي يعرف بلاده، ابن غزه يعرف بلاده. داروا لهم انفاق تحت الارض، وداروا وخلاوهم هاملين، جروا ما قدروش. نفس الشيء احنا في التاريخ نتاعنا، مثلا القصبه في العاصمه، يا فرنسا حصلت قرن و32 سنه ما قدرتش تفهم الجغرافيا نتاع القصبه. حي القصبه ما قدرتش. حي القصبه كيفاش مبني، والمتاهات اللي فيه الداخل. دوك الان احنا الجزائريين اللي يحب يزور حي القصبه لازم يروح معاه جيد. تدخل تهمل الداخل، تدخل تضيع، متاهه شغل. دخلت في متاهه نتاع، لو كان ما يعودش عندك واحد جيد يفهم كذا الشوارع وكذا، كيفاش مقسمه القصبه، وزيد فيها انفاق تحت الارض. وفيها فرنسا حصلت، فرنسا ما قدرتش سيطرت على على الجزائر كامل. حي القصبه ما قدرتلوش. حي القصبه صعب عليها، ولات كي تجري ورا مجاهد ولا تريب البنيان كامل، وما تقدرش تجري موراه. تعرفوا بلي دخل هذيك البنايه تريبها لانه صعيب عليها. انا قلت لك حرب الشوارع صعيبه، ماهيش ابن الارض هو اللي يعرف. ابن الارض هو اللي يعرف، ما كانش غير ابن الارض ما كانش. ومعارك عاده الامريكان والكيان الصهيوني عاده يعتمد على المرحله الجويه. يعني الحرب كي تكون من الجو يعتمدوا يديروا غطاء جوي هكذاك ويبداوا يضربوا، هما يعتمدوا على الجو. بصح لما يدخلوا للبر يحصلوا.
مهما كانت التكنولوجيا نتاعو والله يكون عنده طاقيه الاخفاء يعود يختفي ويدخل ما يقدرش. الحرب البريه وخاصه لما تتحول الى حرب شوارع صعبه جدا عليهم. انت بلادك، العيون هي بلادك مش بلاده، العيون هي بلادك نتاعك انت ماشي بلاده هو. ما تخليلوش المجال انه يتسيد. هو يسرق لك، ينهب في الثروات نتاعك وانت تقول له هي من المفروض اللقطه اللي دارتها فرنسا تفيقك تفطن. ما بقاش مجال للتفاوض وبقى هضره وعمليه السلام. انا كي نسمع كلمه عمليه السلام على بالك نتقلق. الاخوه الفلسطينيين جماعه جهه حركه فتح هذوك تورطوا دخلوا عمليه السلام ولاو قاعدين مع اليهود مجمعين معاهم، واليهود يربح في الوقت. اليهودي ماذا به يخدرك تعود انت مآمن بعمليه السلام وراك عايش تحت السياده نتاعو. من بعد جماعه المقاومه فاقوا قال لك انا مش كيما هاك. مش هذا الشيء اللي اتفقنا عليه. كيف تخدرني؟ دير لي انت دير لي كيما نقولوا حقنه وتسميها عمليه السلام. ما يسموهاش عمليه السلام، هذيك يسموه تخدير موضعي ولا تخدير تام. انت تخدرني تقول لي عمليه السلام وتقرير المصير وكذا. تقرير المصير بالقرطاس انا ما هذه اللي نعرفها وهذه اللي نفهمها انايا. مام في جنوب افريقيا لما كان الحكم العنصري النظام العنصري الناس قابلوه بصدور عاريه، قابلوا رصاص. سبحان الله، انا مولا الارض تجي انت جاي من بريطانيا تحكم فيا؟ واش اسمه فريدريك دوكليرك ولا ما على باليش. تجي انت من بريطانيا زادم عليا هنا زادم عليه في جنوب افريقيا تحكموا بالسيف بالقوه وهي بلاده. نيلسون مانديلا وجماعه داروا الثوره تاعهم ما توقفش، سلحوا وتدربوا ووصلوا الى اعلى مستويات المقاومه، دافعوا على قضيتهم حتى انتصروا. كيفاش انت تجي تستعمرني وبعنصريه، يعني تفرض نظام التمييز العنصري، يعني الابيض خير من الاكحل وهو في بلاده. هي ما اخذ بالقوه لا يسترجع الا بالقوه. وعمليه السلام تجي على جنب الناس السياسيين اللي يخدموها، جماعه البوليتيك، الجناح السياسي والجناح العسكري تكون عنده قياده والجناح السياسي عنده قياده. الجناح العسكري كي يشوف كي يلاحظ باللي كاينه جديه يحبس، ما يحبسش عاده والله ما يحبس، يكمل يضرب حتى يفريها، ما حتى تتطهر الارض. واحد الحمار كتب لي هنا قال لك الجزائر اخذت الهديه من فرنسا. الجزائر جابتها بذراعها. جابتها بالدم. استرجعت السياده الوطنيه. لما فرنسا حست باللي خلاص انتهى امرها، هذه معروفه في كل نظام عالمي يندار استفتاء. لما خلاص حتى في فلسطين دير في بالك نهار يكونوا خارجين الصهاينه ومهزومين، يعني عرف دولي دير استفتاء اي خلاص هي قال بقى على خير، ودير في معلوماتك باللي في 18 مارس 62 الجزائر فرات امرها قضات امرها، ولكن خلاوها الرمزيه نتاع 5 جويليه، يعني في 5 جويليه كانت خلاص يعني. ولكن في 18 مارس هو عيد النصر بالنسبه لنا حنايا، الاستقلال الحقيقي للجزائر في 18 مارس 62. ولكن الرمزيه تاع 5 جويليه لانه فرنسا دخلت الجزائر في شوف حتى الجزائريين عادوا يتمخرقوا، الجزائريين عادوا يمشوا فيها بوسطهم. قال لهم دخلتوا في 5 جويليه 1830 تخرجوا في 5 جويليه 1962. بقاو محافظين، عادوا يتمخرقوا الجزائريين، عادوا يزعقوا والله، وصلوا لدرجه شوف الدرجه تاع القوه نتاع الثوره الجزائريه. فتم الاعلان، هو الاستقلال الحقيقي كان في 18 مارس، ولكن الاعلان عنه كان في 5 جويليه باش نبقاو محافظين على تاريخ 5 جويليه، رمزيه 5 جويليه. 5 جويليه هو تاريخ الاحتلال الفرنسي للجزائر، وهذا كان سنه 1830، وتاريخ استرجاع السياده الوطنيه سنه 62. فرنسا ما اعطتني حتى هديه. فرنسا بالعكس، رانا الان في هذه اللحظات رانا فاتحين معها ملف اللي هو ملف الذاكره، رانا نطالبوها بحقوق الشهداء الذين قضوا في فترة احتلالها.
والجرائم الاقتصادية والجرائم الاجتماعية والجرائم الإنسانية اللي ارتكبتها في الجزائر طيلة قرن و32 سنة. راه حتى في الذاكرة راح نحكوا في الاقتصاد. هذا البلد اللي استعمر الجزائر قرن و32 سنة، خيرات البلاد راحت. ماذا أخذ من خيرات البلاد؟ أخذ الكثير. ما تجيش تقولي بنى لك العاصمة ولا بنى لك ذا. العاصمة بنيت بأموال جزائرية، بخيرات الجزائريين وبسواعد الجزائريين تحت الرصاص. القاوري الفرنساوي كان يجبر الجزائريين أنهم يبنوا له قصر باش يسكن فيه هو، مش باش يسكن فيه الجزائري. وكان يسرق بنية بخيرات الجزائر وبثروات الجزائر، ما تبناش بثروات فرنسا ولا بمواد البناء جزائرية. الحديد جزائري، حتى الحديد اللي بناته ريفال جزائري، الحديد جزائري، البناء جزائري، مواد البناء جزائرية، السواعد اللي بناتها جزائريين وكنا تحت الرصاص. إذا حتى هذه جريمة اقتصادية في حق الجزائريين، لأنه الفرنساوي بناها لنفسه، ما بناهاش للجزائر، بناها ليه. كان طامع يبقى مدى الحياة، فطرد وسكنوها الجزائريين. هذه الحقيقة. فالمروكي حط في بالك باللي راه عبارة عن مدامة. المروكي عبارة عن مدامة، الكف والبزاق، ما تخسرش عليه حتى رصاص. موس تاع حفافه روحوا رفد له موس تاع جيلات ولا بيكا خلعوا به تقضي صوالحك. لكن تبقى تتكلم على المفاوضات والسياسه والامم المتحده، دير في بالك باللي والله غير مطوله الحكايه، ومش مطوله وتخسر، مطوله ويخسروك فيها، لانه مش شايف باللي عندك شيء من القوه. لا احكام القوه. ما اسمع انا نقول لك حاجه، لو كان ما يشوفش القزوله في يدك وقادر تطربق بها الدنيا والله ما يحترمك. انا نقولها لك والله ما يحترمك. الان العالم كله يحترم فلسطين، يحترم غزه، العالم كله، باسكو على بالهم باللي عندهم القزوله في يدهم. كون يستمروا الفلسطينيين بهذه الطريقه شهور اخرى والله غير تنقلب المعادله راسا على عقب، والله غير تنقلب تماما. وراهي اصلا راهي ماشيه لصالح الفلسطينيين، صح بذلوا من الدماء، لكن العالم فهم، الامم المتحده ومجلس الامن والدنيا ومحكمه العدل الدوليه كامل فهموا باللي هذو الناس اصحاب حق. تخيل الفلسطينيين ضربوها من اتفاقيه اوسلو، ضربوها برقده، ما عادش يضرب على بلاده، يقول لك خلاص هي بحار عليه او مستسلم. راك حاب الملف تاعك يتسرع اضرب. قال يا اخويا مشينا لكم في عمليه السلام وسمعنا لكم وكنا محترمين، بصح الظاهر انكم انتم مش محترمين، يبقى ارواح نسمعوكم صوت القرطاس. هذه طعنا هنا وطعنا لهيه، كما راه كانوا يديروا الفلسطينيين، طعنا هنا طعنا لهيه، ضربه هنا ضربه لهيه، اضرب بالكايده باللي عندك المحارق، عندك اللي عندك اضرب الكاينه اللي كاينه اضرب بها، اخلعهم، دير لهم الرعب. لكن تبقى مظاهرات هذه وبدات عشكوبي، هذه مظاهرات بدا ما دير لك والو، المظاهرات والمسيرات ما دير والو. المسيرات الخضراء في عند المراركه هما اللي يحسبوا بلي الحقوق تجيب المسيرات، هما حقروكم بالمعنى تاع حقروكم. باسكو تشوفوا في 63 لما جات حرب الرمال، لما صدم الحسن الثاني يحسبها سايبه، يحسبها سهله، صدم هو والقوات نتاعو. بن بله القى خطاب قال لهم يا جماعه راهم حقرونا، بمعنى احتقرونا، شافونا باللي قله قليله راهم حبوا يحتقرونا. جماعه كانت في جبل، يعني كانوا متمردين على بن بله، حسين ايت احمد، وكانوا مجاهدين مازالوا في الجبل، يعني كانوا يحاربوا في كانت راح تندلع حرب اهليه ما بين الجزائريين. لولا حرب الرمال التي وحدت الشعب الجزائري كله راح يحارب في المروك، طردوا المروك. اذا افتحوا كتب التاريخ وشوفوا الشعوب التي قاومت من اجل استرجاع سيادتها، ودوا من عندها الخطط والاستراتيجيات. هذا تفكيري، هكذا افكر. اذا راني على حق قولوا لي راك على حق، بارك الله فيك. اذا راني غلط صحوا لي الخطا نتاعي. نحكي على المراركه الصحراويين. اما المراركه
ما تخلونيش نقولهم كيما البارح كاع مانيش حاب نقولهم خاطر لو كان نقولهم غدا إن شاء الله راح اللايف تاعي راح يكون من مدينة عزيزة جدًا على قلبي، راح نزورها لأول مرة. إن شاء الله راح نعمل لايف تاعي غدوة بإذن الله من مدينة الشلف، من أسخن مدينة في الجزائر. راح يكون بإذن الله الغدوة نحكي معاكم من مدينة الشلف، لأول مرة راح نزور هذه المدينة. وهي يعني عندي فيها الكثير من الأصدقاء، ولكن استغربت أنني لحد الآن ما زرتهاش، فاخترت الوقت نتاع درجة الحرارة وين تكون مرتفعة وراني رايح ليها إن شاء الله. نتلاقاو بأباهلنا وخاوتنا في شلف غدوة بإذن الله، نعملوا منها لايف. إلى ذلكم الحين تصبحون على خير.